ايمي للاسف الشديد كان المفروض اكتر من عمل يتعرضوا ليكي في رمضان، لكن لم يحالفهم الحظ. اعرف الاعمال دي وليه ما اتعرضتش؟ احنا كنا عاملين سيت كوم اسمه جد ولاد بنته، وسيت كوم تاني اسمه مبسوطه يا توته. بس تعرف بقى البيع السيت كوم بيبقى تقيل في البيع شويه، فما حلفنيش الحظ ان ما ينزلوش. يعني كانت المسلسلات الكبيره ليها نسبه اكبر في البيع. من وجهة نظرك ايه السبب في ان السيت كوم بعد ما انتشر فترة طويلة وكان مكتسح الفضائيات ابتدى يتراجع؟ لا، هو مش بيتراجع، هو دلوقتي عشان انت بقى عندك ان النجوم الكبار رجعوا تاني وبقوه، فدلوقتي انت كقناه فمش هتيجي تشتري حاجه. لما يبقى قدامك سيت كوم هتقول لا انا هركنه وهشتغل بالنجم الكبير ده، لان هيجي لي بقى سبونسرات ويجي لي حاجات، فتقريبا بيبقى التركيز على ده. مع ان انا شايفه ان السيت كومات برده كويسه وكان اشرف عبد الباقي تقريبا بس هو اللي كان في رمضان يعني. طيب احنا طبعا كنا معاكي في جد ولاد بنته، سجلنا معاكي وعرفنا تفاصيل الدور بالكامل، لكن مبسوطه يا توته يعني حابب اعرف بقى دورك فيه ايه والاحداث بشكل عام بتدور حوالين ايه؟ هو ده يعني تقريبا تاني تعامل مع بابا. طالعه ضيفه شرف معاه، بعمل شخصيه دولي. دولي دي اللي هي زميله محمود العسيلي في مكتب الهندسه، ومي كاستات بتبقى بتحبه، فهي ما تبقاش طايقاها طول الوقت وبتبقى شايفاها هي احلى منها وهو بيبص لها على ايه. والطفله جانا برضو بتعمل معاها احداث كتير وحاجات كتير في الدور. شعبان ده الحارس الخصوصي بتاع جدك، لو حد اتجنن وتف عليا سيب وشه. يا قلبك يا جوم، اسمع هتصدق لما تعرف مين تحت عند جدك في المعمل؟ هتكون مين يعني؟ قولي لي حاسه بايه دلوقتي؟ طيب انا عارف انك الفترة الجاية ناوية تعوضي بقى الغياب الرمضاني من خلال مجموعة من الافلام السينمائية، عايز اعرف بقى ايه تفاصيل الاعمال دي؟ والله هو في حاجات مضيتها وفي حاجات لسه بقراها. عندي ان شاء الله فيلم اسمه السويسري، ده مضيته مع احمد عزمي ولسه تقريبا ورندا البحيري تقريبا، انا مش متذكره قوي، وشيماء سيف طبعا صديقتك الصدوقه طبعا اكيد. وعندي فيلم بقراه برضو دلوقتي اسمه نص رئيس. وفيلم تاني ان شاء الله برضو كده اسمه شارع محمد علي، لسه برضو دول بقراهم يعني. طب خلينا في السويسري اللي خلاص يعني ايه شهور ان شاء الله هيتنفذ، دورك فيه ايه والاحداث بتدور حوالين ايه؟ هو في انا شغلي كله مع صاحب احمد عزمي اسمه احمد بكير، ممثل ممتاز جدا. بيبقى شغل كله في الغردقه. انا صاحبه البنت اللي بتسفره بره، وببقى شغاله معاه في البازار، وببقى بحبه وهموت عليه، وهو اصلا مش ولا في الدماغ اصلا يعني. وشويه بقى مداعبات وشويه حاجات يعني. يبقى ان شاء الله دور يبقى حلو كده ويعجب الناس يعني. ان شاء الله. هتبداوا تصوير امتى؟ ان شاء الله يعني تقريبا يوم الاربعاء الجاي، بس انا شغلي امتى لسه مش عارفه يعني. هما يبداوا الفيلم الاربعاء باذن الله. يمكن السينما الفترة اللي جاية راجعة بقوة، النجوم الكبار حتى نور الشريف، محمود عبد العزيز، ميرفت أمين، كلهم راجعين بتقلهم، بالإضافة طبعا لنجوم الشباب أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز. شايفة سر النهضة السينمائية اللي موجودة دلوقتي إيه؟ ان احنا ابتدينا نرجع نفهم السينما صح زي الاول يعني، لان احنا كان عندنا في ال3 سنين اللي فاتوا دول مهزله بمعنى الكلمه. السينما العربيه كانت رايحه في طريق مظلم، فانا شايفه ان هي دلوقتي ابتدت تبقى كويس. ابتدوا دلوقتي يركزوا في الافلام العائليه اللي تدخلها كل العيله وتقدر ان هي تتفرج عليها من غير اي خوف ولا اي كسوف. فانا مبسوطه ان الرقابه ابتدت تركز على ده، والنجوم الكبار ابتدوا يفكروا في ده.